اهلا بيكم في قناة حدوتة. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هيكون اول فلوج ليا على القناة، وان شاء الله يكون مفيد ليكم. هنتكلم عن النجف والابليك، وهنشوف المناسب لكل مكان في البيت، وهوريكم نجف وابليك باسعار في متناول الكل. وعشان الإضاءة وشكل النجفة يضيف للمكان ما يقللش منه، لازم أراعي الحاجات ديت وأنا رايحة أشتري. وهاخدكم معايا النهاردة لأرخص سوق في مصر لبيع النجف، وهو درب البرابرة. قبل ما نبدأ الجولة، ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة. بتنزلوا تحت الفيديو على زر اشتراك، بتضغطوا عليها يظهر لكم جرس الإشعارات، تضغطوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وياريت ما تنسوش اللايك والشير، لأن ده بيرفع الفيديو والكل يستفيد. يلا بينا نبدأ مع بعض. بنزل من عند محطة مترو العتبة، بطلع السلم ده وادخل في الممر اليمين، تمام. وبفضل ماشية في الشارع ده لغاية ما اوصل يكون جراج العتبة على يميني والسنترال على الشمال. قبل ما اوصل للجراج لقيت فرش بيبيع الدباديب ديت. لقيت الواحد ب35 جنيه. انبهرت بسعرها بصراحة، لاني اشتريتها قبل كده بحوالي 150 جنيه من المحلات بره. يلا عشان الفالنتين قرب، يلا هدايا على المشي. قال يعني عامل لنا عرض الدبدوب ب35 والتلاتة ب105. عامل لنا عرض جامد جدا، هو مجرد انه جامعة بس. بعد كده لقيت واحد برضو واقف بفرشة، او هي عربية يعني، عليها البيجامات ديت. ده البيجامة دي ب150 جنيه. طيب كم دي؟ بكم دي يا حاج؟ 170. 170. والروب ده ب190. دي ب150 جنيه. 150 جنيه. يا اللون ده وده كمان ب150. واللون ده. في المكان ده كنا عند جراج العتبة بالظبط، اللي هو هنا كده اهو ده. كنا طالعين من الشارع اللي عليه السهم ده، ولقيت الفرش بتاع الشنط ده. اسعار معظم الشنط كانت ب85 جنيه. يعني الشنط اللي في الجنب ديت كانت هي الوحيدة اللي ب110، اللي هو الصف على بعضه ده. لكن اللي انا شايلاها ديت كانت ب85 جنيه، ودي كانت ب85 جنيه. دي جلد اهي، ودي برضو كانت جلد برضو ب85 جنيه. كان الجزء ده كله ب85 جنيه. الجزء ده كله كان ب85 جنيه، اللي في الجنب بس اللي كان ب110. ودي كمان ب85 جنيه. في منها الاسود والابيض والجراي، وفي الجملي. ودي كمان كانت ب85 جنيه. وطبعا انت وشطارتك بتفصلي بتجيبيها بسعر اقل من كده كمان. ومن الشارع اللي طلعت منه اللي كان عليه السهم، همشي يمين لغاية ما اوصل للمسرح القومي. هيبقى المسرح على ايدي اليمين. من عند المسرح هحود شمال اللي هو بموازاة الكوبري، بس الشغل ده كله في نفس الشارع بتاع المسرح اهو. فيه الأحذية والشباشب، فيه الآيس كابات، البناطيل، الجينز، الإكسسوارات، في كل حاجة. بس لازم تفصلي كتير قوي. بعد كده بمشي بمحاذاة الكوبري لغاية ما اوصل للشارع اللي هو بتاع درب البرابرة، اللي هو الموازي للشارع اللي احنا فيه. هدخل على ايدي الشمال، ابقى كده وصلت للمكان اللي احنا رايحين. شوف النجف والإضاءة المناسبة في البيت. يعني النجفة اللي لمباتها كتير دي بستخدمها في الأماكن اللي عاوزة إضاءة قوية، زي الصالونات وغرف المعيشة واللي هي الليفينج أو أوضة السفرة الكبيرة. بتبقى دايما في الأماكن الواسعة، والنجف ده بالذات بيبقى مع الموبيليا الكلاسيك. سألته على النجفة ديت قال لي 1250، واللي تحتها
ب1750، والذهب اللي في النص دي ب450، وتنفع كلاسيك وتنفع مودرن. كل ده نجف كلاسيك، ينفع للأماكن الواسعة واللي محتاجة إضاءة كتير. طب تمام، اهو بيورينا واحدة زي الذهب اللي شفناها. دي بكام؟ بكام دي؟ 450. هنشوف بقية النجف. زي ما انتم شايفين شكله حلو قوي وموديلاته حلوة قوي. كل نجفة بتبقى 3 وحدات اهي زي ما انتم شايفين، واللي تحت ده بيبقى اباجورات بتتحط على الكومود، والاباجورات دي لأوض الاطفال. شايفين؟ والاباجورة دي شكل الفانوس، شكلها حلو قوي اهي. واللي حواليها معدن مربع، اشكال مختلفة وكتيرة جدا جدا، تختاروا زي ما انتوا عايزين. واللي عاملة زي التفاحة ديت، وفي حواليها الاطار خشب وحواليها الاطار معدن. دي اضاءة قوية جدا طبعا اهي، حواليها كورة خشب. وده النجف المودرن ده، ممكن احطها مع موبيليا مودرن. بيتراوح ما بين 250 ل 450. وزي ما قلت لكم الفصال هو سيد الموقف. بحاول اوري لكم الموديلات كلها. والمكان ده بتاع شاب طيب جدا ولطيف في التعامل، اسمه أحمد الطيب، وقدام محل اسمه إسلامك عباية، أول شارع الجيش في درب البربر. ورحنا المكان اللي جنبه على طول، كان قدام محل اسمه المسلم للمحجبات. ده المسلم للمحجنات. ده مكانه هنا عند المسلم للمحجنات برضو. بس إسلامك عباية. وده شكل تاني من الإضاءة اللي بتبقى ممكن أستخدم وحدتين زي ما انتم شايفين أو 3. يعني بتبقى الإضاءة على خط واحد، ممكن تكون واحدة بس فيها 3 لمبات أو 3 دلايات. ودي بستخدمها في غرف السفرة لما بتكون صغيرة، أو في المطابخ فوق البار، أو لما بيكون في طرق طويلة بتبقى مناسبة جدا ليها، تبقى الإضاءة حلوة قوي فيها. زي دي زي ما انتم شايفين، دي على خط واحد اهي 3 وحدات، ودي سعرها 650 جنيه. هنيجي للوحدة الواحدة اللي هي زي دي، بستخدمها في الأماكن اللي مش بتحتاج إضاءة قوية، زي مدخل البيت، أماكن تكون مش عايزة فيها الإضاءة، عايزة فيها الإضاءة تبقى خافتة شوية. دي كانت ب90 جنيه، طبعا مع الفصال بتنزل كتير. هنا هوريكم نوعية من النجف اهي، وهقول لكم مقاس النجفة المناسبة للمكان. يعني مثلا لو كانت الغرفة عرضها 4 متر وطولها 3 متر، هجمعهم على بعض هيطلعوا 7 متر، هقسم الناتج على 15%، هيكون عرض النجفة 47 سنتي. وبصفة عامة في قاعدة ممكن تمشي عليها، مش لازم تعملي الحسبة دي. هوريكم النجف ده الأول ونكمل كلامنا بعد ما تشوفوه. كل الجزء ده اللي هو الدليات اللي كلها على خط واحد اهي، اللي اتكلمنا عنها، كل دي على خط واحد، 3 جنب بعض بأطوال مختلفة بنفس الطول، المهم انها بتبقى على استقامة واحدة. وده شارع الجيش اللي بنصور فيه، اللي هو درب البربرة. الناحية التانية من الشارع فيها محلات عادي خالص اهيت، تمشي مع الشارع لغاية ما توصلي للكوبري. تحت الكوبري شارع عبد العزيز اللي فيه الأدوات الكهربية. وفي فرش تاني قدام محل اسمه بيت عز، برضو بتاع أباجورات ونجف وكده. في النجفة ديت سألت عليها 1400 جنيه.
هنكمل كلامنا عن النجف المناسب للمكان. لو الغرفة صغيرة هتحتاجي نجفة عرضها بيتراوح ما بين 32 ل 55 سنتي، ولو الغرفة متوسطة هتحتاجي من 56 ل 75 سنتي، ولو الغرفة كبيرة هتحتاجي عرض النجفة يكون من 76 لفيما فوق. كده جبنا عرض النجفة. بالنسبة بقى لطولها يبقى على حسب ارتفاع الجدار عندك، بتتحسب حسبة بسيطة خالص. هنضرب ارتفاع الغرفة في 3، الناتج هنقسمه على 15%. يعني لما يكون ارتفاع الغرفة عندك 3 متر هضرب في 3، هيبقى الناتج 9، هقسمه على 15%، هيبقى طول النجفة 60 سنتي. تمام. سألته على دي، بيقول ازاز دبل بلمعة دي ب450 جنيه. اما بالنسبة بقى لألوان النجف، بتختاري الألوان المحايدة سواء ذهبي، فضي، اسود، لانك لو جيتي تغيري اي حاجة في الديكور او الاساس هيبقى لايق عليه. ده غير الالوان الغامقة اللي هي زي الاحمر او الازرق، بيدوا ازعاج شوية للعين. ماشي ب 350. دي ب450 ازاز دبل. بس كده. بس ايا كان نوع النجف اللي هتستخدميه، في الاول وفي الاخر ده ذوقك وبيتك، بتنسقيه بالطريقة المريحة ليكي ولعينك. 375 ماشي. في دي في اسكندرية شارع برضو في المنشية، برضو كل المحلات نجف، اباجورات، ابليك، هيعجبكم برضو جنب المحكمة في المنشية. لو عايزين نصور فيه مفيش مشكلة، لو عايزين نصور في محلات كبيرة للنجف تمام مفيش مشكلة. عالم تاني، اشكال والوان، تختاروا اللي انتوا عايزينه بالاسعار اللي انتوا عايزينها بالاضاءة اللي انتوا عايزينها، كتير قوي ما شاء الله. وسألنا على النجفة دي، قال لنا ب900. والاتجاه السهم ده دي ابليك، بتبقى بنستخدمها دايما كديكور مش للإضاءة، لأنها بتدي إضاءة خفيفة جدا. بنحطها دايما جنب المرايات أو التابلوهات، بتدي للتابلو اللي احنا بنحطه شكل مميز. وهنا بناخد رأي البياع، ناخد نيين. كان بيختار لنا وبيبين لنا ليه دي ودي لا ليه. يعني لو طلبتي المشهورة او طلبتي رأي البياع هيقولك بأمانة، بس ده طبعا ما بيبقاش بالمطلق. في ناس طيبين هيقولولك، وفي ناس هتبقى عايزة تبيع بس. وفي نهاية الجولة رحنا الفرش ده، لقينا الكوتشي البيج ده ب150 والتاني ب140، وكان بيضحك معانا وبيقول لنا تصوروا الصورة ب5 جنيه. كم؟ 160. مع السلامة.